انا الهام عبد الحميد حابوه من شبرا بابل. اشتغل في معهد فتيات شبرا بابل. الشيخ المعهد بتاعنا الاستاذ سمير ابو الغيط، والوكيل الاستاذ جميل صبحي بدوي. الغربية. قصة كم سنة. جوزي فضل مريض 16 سنة، وانا بقى هو توفى بقى، وانا كملت بقى مع الابناء دعاء ومحمد وابراهيم. السنين دي صعب بقى يا حبيبتي والله العظيم. يا هقول جوزي كان مريض بفيروس سي في بداية، يعني بداية أول ما حد جاله فيروس سي كان هو وحد من البلد كده. كان الفيروس ده جاي له بحالة متأخرة برضه في استسقاء، فكنا كان لازم يروح المستشفى على طول عشان يفضي المية اللي في جسمه. فكنا بنروح المستشفى على طول، وبقيت أروح معاه أنا والأولاد. وبقى توفى في 2006. فكانوا الابناء برضو صغيرين، دعاء ومحمد وابراهيم كانوا صغيرين. ابراهيم اللي عندي الان ما يفتكرش ابوه ولا محمد. ايتام بقى الحمد لله. فالحمد لله كافحت معاهم وتربوا وتخرجوا زي ما انت شايفه كده ما شاء الله، مهندس وابراهيم دكتور. دملي كلهم دعاء ومحمد وابراهيم كانوا كلهم بيخلصوا الورق، بس ابراهيم جه في يوم كان هو في مستشفى السيد جلال وقال لي انا عنده امتحان. قال لي انا عندي امتحان وهاجي. بقول له عندك امتحان وهتيجي ازاي؟ قال لي هاجي يوم وارجع في ساعتها. قلت له ليه يا ابراهيم؟ قال لي ما تجيش. قال لي لا هاجي. طب انت جاي ليه؟ قال لي انا جاي عشان اقدم لك واودي ورق طنط. طب خليك انت وانا اروح اني. قال لي لا انا اللي هاجي. فجي بقى ورحنا وراح قد مش يعني متوقعين فعلا ان ده يحصل. طلباتي يا ربي، طلبات انا عايزه حج ان شاء الله. الحج لان انا لما بشوف حد برضه يعني ما كنتش اتوقع ان انا يحصل حاجه زي كده. طلبات الحج وان ابراهيم يتجوز ودعاء يجي لها وظيفه ان شاء الله يا رب. دعاء خريج ايه؟ دعاء خريجه بكالوريوس هندسه الازهر. وانا مش عايزه توظفيني. انت يا ام ادم انت قبلك والست لولي. انا اول حاجه رحت السنه اللي فاتت، بس اما عرفت بقى الاجراءات والنظام والورق والتجهيز، واروح هنا وهنا واعرف النظام، ما لحقتش اقدم في السنه اللي فاتت. فانا معايا الورق من السنه اللي فاتت جاهز ومجهزه ان انا هروح بيه السنه دي. فانا خدته من نفسي كده على طول ورحت بيه على طول من غير ما اعرف حد وكده، رحت بيه طنطا. بس الورق السنه دي كان تقريبا مختلف عن السنه اللي فاتت، او انا ما كنتش ملم بيه قوي، فالورق طلع ناقص. فعلى بقى ما رحت تاني من طنطا، وجيت رحت شغل في القاهرة وجهزت الورق وطلبت من محمد اخويا يجهزهولي ويجهز كل حاجة. جيت في يوم خدته ومشيت على طول ما قعدتش. جيت خدته ورجعت تاني القاهرة يومها برضه. كانوا كويسين يعني ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم، ناس على قمة الاحترام اللي في طنطا دول، يعني ما شاء الله ربنا يزيدهم. كانوا بيهموا عليا بالورق ان هم عايزين يعملوا اي حاجة ان هم يساعدوني يخلصوا لي الاجراءات وكل حاجة. بلغها، بس يعني احنا كنا منتظرين حاجه زي كده، بس يعني قلنا مش الوقت اتاخر فما توقعناش. فمحمد بقى اللي بلغها طبعا، هي يعني فرحتها، هي مش عاوزه حاجه لنفسها، هي فرحانه عشان احنا فرحانين، يعني هي مش فرحانه لنفسها كالعاده يعني. لا ايه ولا ايه يعني، ربنا يبارك لها ويعني يطول لها في عمرها. يعني الواحد يعني نكره من غيرها ما ينفعش كده يمشي ولا يتحرك من غير مشورتها، بس كفايه الطمانينه اللي الواحد بيحسها وهي موجوده، يعني امان البيت ما ينفعش يعني. الواحد نكره بمعنى الكلمه من دونها الله. مهما وصلت ومهما الواحد علي ما ينفعش يكون حاجه من غير والدتك. الحمد لله، ربنا يديك طول العمر ويبارك فيك. صحة وما نتحرمش منها أبدا، ويبارك لنا فيها، ودايما مطمنانا. يعني احنا هي الأمان بالنسبة لنا. ربنا يديها الصحة ويبارك لنا وربنا يعوضها كل خير. يعني هي ماما تستاهل وربنا ينولها كل اللي نفسها فيه إن شاء الله. الآن دي بنتصل عليه وانا في الشغل. قال لي يا ماما، وهو بيكلمني بيتصل بيقول لي وانا بكلمك ضافوني في جروب بيقولوا لي مبروك ماما فازت بالام المثاليه. قلت لك يا محمد السرير والله على الارض تحت السرير. بقول لك كان تعبه فظيع في بدايه استسقاء وفضل تعبه
بقى يتردد على المستشفى على طول، مفيش حد في البيت الا مفيش حد. يعني انا دولت معاك صغيرين ما على حاجة. يعرفوش، ده ما يعرفش أنا أبوه، مثلاً لما بشوف- محمد ما يعرفش. انا لما بشوف مثلا مرضى الكبد في المستشفى عندنا وبشوف المعاناه اللي هم فيها ومحتاجين 24 ساعه مرافق معاهم، بقول ماما كانت بتعمل كل ده زي لوحده. لما نبقى مثلا في مستشفى جامعي فيها كل الخدمات وتمريض 24 ساعه وكل حاجه تخطر على البال وكل سبل الراحه، وما زال المرافق ده لا غنى عنه، بقول والدتي كانت بتعمل كل ده ازاي واحنا كلنا صغيرين كده، تحفظنا وتذاكر لنا وتودينا المدرسه وتجيب لنا فلوس وتعمل لنا اكل، كل ده بتعمله ازاي؟ مش مصدق صراحه، بقول مش مصدق. انا مش متخيل كانت بتعمل كده ازاي. فمثلا يعني اقول ايه بس، اقول إيه؟ انا مش متخيل ايه بس، انا ربنا يديها الصحه وطولة العمر، مش عايز حاجه من الدنيا اللي